اهلا بيكم في حلقة جديدة من تك الزرار. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن البودكاست. ايه هو البودكاست؟ ايه هي اهم المواضيع بتاعة البودكاست؟ ازاي اقدر اعمل بودكاست الخاص بيا؟ ازاي اقدر اكسب منه؟ وفي الاخر نصايح عن ازاي البودكاست بتاعي ينتشر. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة من تك الزرار. في البداية خليني اقول لك ايه هو البودكاست. البودكاست ببساطة هو عبارة عن برنامج رقمي أو إذاعة صوتية رقمية، حاجة كده زي الراديو، ولكن هي موجودة على الإنترنت طول الوقت. أقدر أسمعها بقى في أي وقت وأي مكان. ده كان ببساطة كده التعريف بتاع البودكاست. طيب إيه هي أهم المواضيع أو إيه هي المواضيع اللي بيناقشها البودكاست؟ البودكاست بيناقش أي مواضيع تتخيلها، ثقافي بقى، إخباري، تعليمي، ترفيهي. أي مواضيع تقدر تسمعها في البودكاست أو تقدر تقدمها في البودكاست. طيب إزاي بقى أقدر أعمل البودكاست الخاص بيا؟ قبل ما تعمل البودكاست الخاص بيك لازم الأول تعرف أنت عايز تعمل البودكاست ده ليه. هل مثلا أنت شخص عايز يطلع يتكلم وخلاص، فبالتالي أنت وقت ما تخلص كلامك مش هتستمر، ولكن لازم يكون عندك هدف من البودكاست ده. ايه اللي انت عايز تقدمه منه؟ هل انت عايز تقدم معلومة معينة؟ وهكذا. لازم تبقى عارف ايه اللي ورا البودكاست اللي انت هتقدمه وهيوصل للناس ايه، لان ده مهم جدا. الحاجة التانية هو الجمهور بيحب يسمع ايه، علشان دي من الحاجات المهمة اللي بيتوقف عليها البودكاست بتاعك. طيب ايه هي الخطوات اللي اقدر اعمل بيها بودكاست؟ الخطوات بتاعته بسيطة قوي. اول حاجة سجل صوتك او سجل الحلقة اللي انت عايز تقدمها، سواء بقى هتسجلها بالموبايل او هتسجلها بمعدات صوت مايك او سماعات او ايا كان اللي هتسجل بيه. ولكن انا بفضل ان انت تبدأ بالموبايل لحد ما تعرف الدنيا ماشية ازاي. تاني حاجة اتعلم برامج تعديل الصوت. برامج تعديل الصوت من اهم الحاجات اللي انت لازم تتعلمها لو هتقدم بودكاست، وده بسبب ان انت هتنقي الصوت، تشيل الدوشة اللي فيه، تبدأ تضيف شوية مؤثرات، الكلام ده كله. تالت حاجة، خلاص انا سجلت الحلقة ونقيت الصوت بتاعي، ارفع بقى الحلقة على اي منصة من منصات البودكاست. عندنا اكتر من منصة للبودكاست، اشهرهم هم ابل بودكاست وجوجل بودكاست وكمان سبوتيفاي بودكاست. دول 3 من المنصات المهم ان انت تكون عارفهم لو انت عايز ترفع. طبعا في منصات كتير، هسيب لكم اللينكات بتاعها في الوصف بتاع الحلقة. رابع حاجة معانا وهي ازاي اقدر اكسب من البودكاست. عندنا 3 طرق علشان اقدر اكسب من البودكاست او يدخل لي ربح عن طريق البودكاست. طيب ايه هي ال3 طرق دي؟ اول حاجة معايا اللي هي الاعلان. يعني انا البودكاست بتاعي لما يبدأ ينتشر، المنصات اللي برفع عليها البودكاست هتبدأ تدخل اعلانات في وسط البودكاست بتاعي او في بدايته، زي اليوتيوب كده مثلا. الحاجة التانية وهي الرعاية. طيب الرعاية دي ايه؟ انا مثلا في منتج معين هياخد البودكاست بتاعي كرعاية، سواء بقى تطبيق او لعبة او كان منتج مثلا معين بعلن عنه. هبدأ اتكلم عن المنتج ده او التطبيق ده في بداية البودكاست بتاعي، وبعد كده اكمل الحلقة بتاعتي، ومن خلالها باخد نسبة من الربح للرعاية دي. الحاجة التالتة عندنا وهي الاشتراكات المميزة. الاشتراكات المميزة دي حاجة كده زي الجوين في اليوتيوب. طيب دي بتكون عبارة عن ايه؟ انا بقدم حاجة حصرية للمشتركين، وعلشان يقدروا يسمعوها بيدفعوا مبلغ معين علشان يشتركوا في الخدمة دي ويسمع اللي انا بقدمه، سواء بقى كورس، سواء نصايح، ايا كان. طيب يبقى دي الطرق اللي اقدر اكسب منها من البودكاست او يدخل لي منها ربح. رقم 5 هنتكلم كده عن شوية نصايح لو انت عايز البودكاست بتاعك ينتشر. اول حاجة الترويج. يعني روج وانشر البودكاست بتاعك على قد ما تقدر. عندك بقى منصات السوشيال ميديا، سواء فيسبوك، انستجرام، تويتر، اي منصة سوشيال ميديا ابدأ انشر البودكاست بتاعك عليها.
الحاجة التانية بعد كده التفاعل مع الجمهور. الناس اللي بتسمعني محتاجة ان هي تقول رأيها في البودكاست. طيب ده هعمله ازاي؟ ممكن اعمل صفحة على الفيسبوك مثلا واسمع التعليقات بتاعت الناس، او لو في نقد او حاجة معينة الناس حابة تقولها اسمعها وارد عليهم. بالتالي هيبقى في تفاعل بيني وبين الجمهور. الناس مش هتحس ان هي بتسمع اذاعة راديو او حاجة وانا بعيد عنهم مش عارفين يوصلوا لي او عارفين يتعاملوا معايا. نقطة رقم 3 وهي انك ازاي تقدر تقرأ الاحصائيات بتاعت البودكاست بتاعك. لازم تتعلم تقرأ احصائيات البودكاست بتاعك علشان تعرف البودكاست انهي منصة اللي فيها انتشار كبير، انهي منصة انتشارها قليل فمحتاج تزود الاهتمام بيها شوية، الجمهور اللي بيسمعك من انهي بلد. الكلام ده كله مهم قوي ان انت تعرفه علشان تبدأ على اساسه تظبط البودكاست بتاعك ونشوف نقط القوة ونقط الضعف وتشتغل عليها. رقم 5 بقى عندنا وهي انك تسمع البودكاست اللي شبه البودكاست بتاعك. يعني مثلا لو انت بتقدم محتوى رياضي اسمع البودكاست اللي بيقدم محتوى رياضي، شوف بيتكلموا ازاي، شوف بيتكلموا عن ايه، اتعلم منهم، جمع افكار. دي حاجة كده زي التغذية البصرية، تقدر تعرف الدنيا حواليك ماشية ازاي. من خلالها هتطلع انت حاجة جديدة بافكارك، هتقدر كمان تعرف افكار جديدة ومعلومات جديدة. طيب ايه هي الميزة بتاعة البودكاست؟ البودكاست فيه اكتر من ميزة، ولكن خليني اقول لك كده 2 منهم بسرعة. اول واحدة ان انا اقدر اسمعه في اي وقت واي مكان، ومش شرط حتى كمان ان انا اكون اونلاين. انا ممكن اي بودكاست بحب اسمعه انزل الحلقة بتاعته واسمعها في اي وقت حتى لو انا اوفلاين. الحاجة التانية ان هو بيقدم لك محتوى جديد وبيقدم لك افكار جديدة تقدر تستفيد بيها في حياتك او تستفيد بيها لو انت عايز تبدأ مشروع او تعمل حاجة معينة. يبقى احنا النهاردة عرفنا ايه هو البودكاست، ايه اشهر مواضيعه، ازاي اقدر اعمل بودكاست الخاص بيا، ازاي كمان اقدر اكسب من البودكاست، وايه هي النصايح والمميزات بتاعة البودكاست. لو عجبتك حلقتنا النهاردة ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجي لك كل جديد. كنت معاكم احمد المسلمي، دمتم بخير.